يا مساء الفل عليكم او صباح الفل ايا كان الوقت اللي انت بتشوفني فيه. من الحاجات اللي محتاجة تدريب زيها زي اي عضلة في جسمك بتدربها لما تروح الجيم عشان تشد معاك كده، هي عضلة الرادار. الرادار اللي هو بمنتهى البساطة انك بتراقب نفسك. انا بعتبرها عضلة فعلا، بعتبرها محتاجة تدريب وشغل كتير جدا. وانا بقالي سنين بحاول في الموضوع ده. طبعا عمري ما هوصل لمية في المية، ولكن فكرة انك تفعل الرادار بتاعك دي حاجة عظيمة جدا، وليها نشوة كده وفرحة واحساس محدش هيحسه الا اللي فعلا مفعل الرادار بتاعه. ما يبقاش كده ماشي في الدنيا هائم على وجهه. الدنيا تجيبه من هنا تحطه هنا، تشيله من هنا توديه هنا، وهو هائم على وجهه في الدنيا، لا عارف هو ماشي فين ولا رايح مين ولا جاي فين ولا اي حاجة. يعني مطرح ما مركب ترسى بيدق لها. دي مش عيشة. ده هنا انت بتحس انك ما انتش ملك نفسك. انت مفيش كنترول على نفسك، مفيش كنترول على حياتك. انت مفيش. انت كان في سيدنا عمر بيقول ليه مقولة كده، بيقول: انا اكره الرجل يمشي سبهللة. فسبهللة لغة عربية فصحى على فكرة. فنفس الفكرة، انت ماشي كده ماشي هايم على وجهك. مفيش ملكش هدف في الحياة، ولا انت عارف انت ماشي فين ولا بتعمل ايه ولا يا ايه. يلا. ما كلنا يلا وكل حاجة، بس فين بقى؟ فين رادارك؟ انت فين انت؟ فين مراقبة نفسك؟ مراقبة نفسك المتعارف عليها والمعروف عنها انها مراقبة نفسك دينيا. مراقبة طاعاتك والمعاصي بتاعتك وما الى ذلك. طبعا ده شيء اساسي طبعا، ولكن شد بقى الخط على استقامته بقى، واسقط الكلام ده، المراقبة دي مراقبة النفس دي على كل حاجة في حياتك على مدار اليوم كالعادة، من أصغر حاجة لأكبر حاجة. مش بقى فكرة الطاعات والمعاصي والمستقبل ومش عارف وبس، لا 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 لا، كل حاجة. يومك مليان. يومك مليان حرفيا يعني عشرات ومئات بل آلاف المواقف أحيانا. تخيل لو ان الرادار بتاعك شغال في 70% من المواقف دي، هيبقى وجهة نظرك ايه تجاه المواقف دي؟ طبعا هتبقى مختلفة اختلاف تام عن واحد ماشي كده. اللي ماشي كده هو اصلا هو مش رابط اي حاجة بأي حاجة، هي ماشية هي ماشية. لكن اللي بيربط الأحداث ببعضها واللي مشغل الرادار بتاعه ومفعله، لا ده بيبقى في حتة تانية. ده لا ده معدي. وخصوصا لما الموضوع يزيد معاه، بدل ما هي 20% تبقى 50 60 70 80. يا نهار أبيض يا نهار أبيض، ما أقولكش. خلوني ندي أمثلة عشان نبين الموضوع بشكل أكبر يعني. خلاص الجزء بتاع الطاعات احنا عارفين، مش محتاج ايه شرح. خلينا نشد الخط على استقامته زي ما قلت، ونسقط الكلام ده على حاجات يومية في حياتنا العادية تافهة جدا احنا مش عاملين حسابنا عليه. تخيل كنت صحيت في النوم عادي خالص، وراحت عليك نوم. الحمد لله، فتح كلام كده. فتح كلام كده، صحيت من النوم كان وراك ميعاد شغل لمحاضرة، خليها محاضرة الساعة 9 الصبح. فالمفروض سعادتك بتصحى الساعة 8، انت صحيت الساعة 9 الا ربع. شكرا، المحاضرة راحت. طبعا الشخص العادي اللي هو مش مفعل الرادار بتاعه هيسب ويلعن وملحقتش ومش عارف ايه وها وهي وهو، وهيلبس متقدر وهينزل والليله دي كلها. حلو حلو. البني ادم بقى اللي مفعل الرادار بتاعه صحى من النوم لقى الساعه 9 الا ربع. قبل ما يبدا يدخل في نوبه الغضب دي او يفقد السيطره على نفسه، لان كده مفيش رادار. لا الرادار بتاعه يوقف ويفرمله قبلها بثانيتين ثلاثه كده. لا انا راح اعمل ايه؟ ايه ده؟ في ايه؟ عقله الواعي يدرك ايه اللي بيحصل. ما يتصرفش بعقله اللاواعي كده هو اللي يسوقه، لا عقله الواعي لا يفرمل الدنيا. لا والله خلاص، لا الساعة 9 الا ربع وراحت علي نومة، خلاص الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وخير ان شاء الله، ورب مش هيجيب حاجة وحشة يقينا. مش بقى مش كلام نظري، فعلا يقينا من هنا. وده هينعكس على افعاله وعلى تصرفاته في الموقف ده. ايه تصرفاته؟ مش هيبقى متضايق. يعني التاني الشخص الاولاني خلاص انتوا شايفين متزرزر ومتضايق وعلى اخره وبيسب ويلعن والكلام ده كله، لكن الشخص التاني بيقول الكلام ده يقينا وصدقا، وده منعكس على تصرفاته وعلى افعاله. الحمد لله يقينا فعلا، وبيقوم خلاص تمام، اعمل الحاجات الروتينيه بتاعتي خلاص، والبس هدومي واروح الشغل بتاعي اللي انا متاخر عليه او المحاضره بتاعتي، وانا متاكد ان هو اكيد خير. حلو حلو. رحنا الكلية خلاص، والمشهد كان كالآتي: الدكتور ما جاش، والمحاضرة الأولى بح متلغت. يا نهار أبيض. الشخص الأولاني هيفرح باللقطة ومش عارف إيه وخلاص والكلام ده كله وتمام. الشخص التاني اللي كان مفعل الرادار بتاعه، اللي كان عنده ثقة في ربنا إن كله خير إن شاء الله، لأ،
ده فرحته هتبقى فرحتين مش فرحة واحدة، والفرحة التانية تبقى أكبر كمان من الفرحة الأولى. الفرحة الأولى إن المحاضرة اتلغت، عادي تمام. لكن الفرحة التانية اللي هتبقى أكبر، فرحته بثقته في ربنا اتحققت، جت نتيجتها سريعة على أرض الواقع. ممكن على فكرة نتيجتها ما تجيش في وقتها، ممكن تيجي بعد كده، ممكن ما تجيش خالص، ممكن تيجي بس أنت ما خدتش بالك منها. عفوا، ما جاتش خالص، دي حاجة ساقطة مني، لا هي كده كده هتيجي، بس أنت ممكن ما تاخدش بالك منها، ممكن تتعلق في وقت تاني، تتشالك في وقت تاني، ده بقى على حسب قوة الرادار بتاعك ويربط الأحداث ببعضها. لكن كده كده ثقتك في ربنا في محلها، كده كده دي موجودة. نتيجتها جت دلوقتي، جت بعدين، جت بشكل تاني انت ما خدتش بالك منها، ايا كان، بس هي جايه جايه. فهنا نتيجة الثقة في ربنا جت في ساعتها، اللي هو يا سلام، لسه كنت من شوية قلت الحمد لله وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وكنت فعلا متأكد من كده. يا سلام، تحس كده إنك إيه، إنك فوق الناس كده، يعني مش كبر ولا تعالي، لا تحس إن في ثقة كده، لا يا لو كل الناس تفكر بنفس الطريقة وتربط الأحداث ببعضها كده، يبقى عندها اليقين ده فعلا. هنا ده دور إيه؟ ده الرادار بتاعك. الرادار بتاعك اشتغل في موقف تافه جدا وصغير جدا، شوف ايه اللي حصل. الجزء الايجابي في الموضوع كرادار بقى بتاعك اللي اشتغل، لا ده الحمد لله، ده انا كنت نايم بعد الفجر فما لحقتش انام، فكويس ده ربنا اداني ساعتين كمان زياده انامهم، ولا ساعه زياده كمان انامها. ده اللقطه الايجابيه في الموضوع مثلا. فهنا مين اللي بيترجم الكلام ده كله؟ الرادار بتاعك. الرادار بتاعك لو مش متفعل، انت زي الشخص الاولاني خلاص، انت اصلا ما انتش عارف ايه اللي حصل اساسا. نفس الكلام على حاجات تانية يومية كتير جدا. الأكل، على سبيل المثال على الحصر مثلا. الأمثلة كتير على فكرة، بس خلينا نقول مثلا موضوع الأكل. أنا عاوزك أنت لما تيجي تعكعك في الأكل، تبقى معكعك وأنت اللي مقرر إنك هتعكعك. الرادار بتاعك صاحي وعقلك الواعي شغال، هو اللي مقرر بنفسه أنا رايح أعكعك دلوقتي. يبقى في حوار كده مع نفسك مع جسمك كده، معلش بقى يا ريس، احنا ايه، ما طالبة معايا كريب دلوقتي، معلش بس يعني ما هنعديها بس المرة دي، ويعني ايه، نظبط العمل بعد كده. في حوار بينك وبين نفسك، في عقلك الواعي شغال، رادارك شغال، عارف انك رايح تعكعك، فانت رايح بارادتك، مش اللي هو معاهم عليهم. فجأة طلبوا في الشغل اكل، يلا ناكل. والله ده في راجل فتح بتاع حلويات جامد جدا، بيعمل شوية كنافة معينة ما اقولكش، يلا معاهم. لا بقى مش هقول لك بقى، واحد عمل شوية عصير قصب، يا خبر، حكاية، يلا معاهم، يلا معاهم. طالع واكل نازل واكل، لا انت عارف كلت ايه ولا كلت ايه امتى ولا ايه اللي ما فيش، انت معاهم عليهم. رادارك مش شغال، عقلك الواعي مش شغال، عقلك اللاواعي، عقلك الباطن هو اللي سحبك. لكن لو عقلك الواعي شغال، عكعك براحتك، بس تبقى انت اللي مقرر، ما تبقاش مسحوب. الفيسبوك والسوشيال ميديا والكلام والريلز وسحلة الريلز والكلام ده كله، انت اللي تقرر بنفسك ان انت رايح تقعد على الفيسبوك ساعة اتنين تلاتة ايا كان، بس انت اللي تبقى مقرر. ما تكتشفش فجأة بعد 5 6 ساعات، يا نهار أبيض، أنا كل ده قاعد على الفيسبوك، يا نهار إزاي ما خدتش بالي. لا مفيش بقى، مفيش. ما خدتش بالي يبقى أنت رادارك مش متفعل، خدت بالي يبقى راداري متفعل، وأنا اللي قاصد أقعد الفترة دي بمزاجي أنا. راح تلعب، راح تلعب لك ماتشين تلاتة، تلعب لك ماتشين تلاتة وأنت اللي مقرر إنك هتلعب ماتشين تلاتة. مش فجأة تلاقي الفجر ادن عليك وأنت مش واخد بالك، إيه ده أنا بقالي طول الليل بلعب وأنت مش واخد بالك. فين الرادار؟ الرادار مش شغال. وهكذا أمثلة كتير جدا. يعني مثلا عشان اضرب مثال عليا شخصيا، يعني مش بحب اضرب الامثله عليا عشان يبقى في نوع من الاخلاص، يعني دي حاجه بين الواحد وبين ربنا. الشاهد يعني هي حاجه عامه، يعني مش حاجه سبيشال قوي. صاحي من النوم عادي، في معادي تمام، مفيش اي مشكله، والدنيا تمام 100 فل و14، ورايح اركب الاسانسير عادي خالص. ايه اللي حصل؟ الاسانسير فصل كهرباء وانا لسه بطلب الاسانسير. طبعا يعني الشخص اللي بقى مش مفعل الرادار بتاعه، يا خبر ابيض، على فكره ده الدور ال 12، الدور ال 12، يا نهار أبيض، في العز الحر ده فجأة الكهرباء فصلت عن الأسانسير في الدور ال 12 في عز الحر ده. فطبعا رد الفعل الطبيعي بتاع واحد مش مفعل الرادار، يا عادي الليلة السوداء، يا نهار اسود، ويصيب بالظهر وما حبكتش ومتأخر ومش هلحق ولسه هنزل ده كله، طب اعمل ايه، طب اكلم مين، طب البابا فين، طب قصة ورواية. انا حصل معايا الموقف ده تلقائيا بصراحة، لان دي مش اول مرة تحصل، قلت يا هو انا موعود، جملة اعتراضية اهي. فرملت نفسي على طول، قلت لا انا موعود ايه، لا طب بص للجانب الايجابي. فين الجانب الايجابي في الموضوع؟ الرادار هنا بقى بدأ يشتغل، هو بقى هو اللي بدأ يتدخل، العقل اللاواعي اوتوماتيكال، هو انا موعود ومفيش الا كده، ان دي مش اول مرة تحصل، رابع او خامس مرة. لكن هنا الرادار فرملني،
ليه بقى فار مني وخلاص، بقى في سلام نفسي ومفيش اي مشكله خالص. وبصيت للموضوع بشكل ايجابي جدا. ايه الايجابيه في الموضوع؟ هتنزل 12 دور على رجلك، رياضه. ايه المشكله يعني؟ بمشي الدوره الدمويه بتاعتي. انا بطلع بمشي فين انا؟ كويس، حاجه فرصه ان انا انشط الدوره الدمويه عندي. حر وكل حاجه تمام، مفيش اي مشكله. الجزء الايجابي التاني، مش كان وارد انك الاسانسير يفصل الكهرباء ويقطع كهرباء وانت جوه الاسانسير؟ كان ساعتها هيبقى ايه العمل؟ هيبقى ايه الموقف؟ فانت تحمد ربنا الحمد لله مليون مره ان الموقف ده حصل وانت بره الاسانسير مش جوه الاسانسير. جوه الاسانسير يبقى قابلني بقى، شوف بقى هتطلع امتى بقى لغايه لما حد يفتكرك بقى. ما انت ما فيش بقى لا في شبكه جوه الاسانسير ولا في اي حاجه من اي بتنجان، واحنا الصبح بدري، فما فيش بقى، شكرا بقى. تنده زي ما تنادي بقى، انت ورزقك بقى. فالحمد لله ان الموضوع ده حصل وانا بره الاسانسير. الحمد لله. بدات اربط الاحداث ببعضها. ده انا لسه كان من شويه كنت عامل خير. لا، فيمكن ده ترد لي ان ربنا جنبني المصيبه اللي كانت هتحصل دي. طب ممكن والله وارد. ده انا كمان كنت ناوي اعمل خير بعد ما انزل في الشارع. فيمكن ده ليه علاقه بده، وارد جدا. ربنا بيكافئك او بيحفزك ان تمام، كمل في اللي انت راح تعمله. كل دي علامات وحاجات انت مش هتاخد بالك منها لو الرادار بتاعك مش شغال. لو مش شغال خلاص، انت تبقى الكيسه الاولانيه هتسب وتلعن وتسب الظهر وتلعن الدنيا والقدر وحاجات كلها يعني ايه تودي في 60 ده. لكن لو مفعل الرادار بتاعك هتاخد اكشن زي اللي انا خدته كده ويمكن احسن منه كمان، وتكمل يومك عادي وخلاص وتمام ولا كأن حاجه حصلت وشكرا. وهكذا على مدار اليوم هتلاقي في مواقف كتير بتحصل لك. حاول تربط الاحداث ببعضها. ممكن يكون ابتلاء، ممكن يكون اختبار، ممكن يكون تكفير ذنب انت عملته، ممكن يكون مكافأة لحاجة كويسة انت عملتها، خير انت عملته، ممكن يكون تحفيز، ممكن تكون إشارة لا كمل في الحاجة دي، ممكن تكون علاء، ممكن تكون 100,000 حاجة وحاجة وانت مش واخد بالك منها لأن رادارك مش شغال. وعلى فكرة ممكن بعد ده كله رادارك مش هيلقط كل حاجة برضه عشان تكون واخد بالك، مش هتعرف الحكمة من كل حاجة برضه. ولكن كونك تدربه وتفعله ده هيخليك يعني تعرف الحكمة من مواقف كتير بتحصل لك على مدار اليوم. وتستنتج حاجات كتير بتحصل لك على مدار اليوم، وتبقى مستمتع كده بقى وانت يا سلام، ده هو كذا عشان كذا، يا سلام. في متعة كده رهيبة. فانت حاول تدرب نفسك على مراقبة نفسك على مدار اليوم في كل حاجة، من أبسط حاجة لأكبر حاجة. أشوفكم على خير. السلام عليكم.